بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحلقة دي هنعرف ازاي نظبط الاعدادات الخاصة بالميشنج داخل برنامج الروبوت، وازاي نعمل ميشنج للفلورز اللي موجودة عندنا في المشروع بتاعنا. هنبدأ نشرح الاعدادات الخاصة بالميشنج على نموذج صغير عشان الموديل يبقى خفيف معانا ويبدأ يعمل جنريشن للميشنج بتاعي بسرعة. بعد كده هننتقل للمشروع بتاعنا وهنظبط الاعدادات العامة للميشنج، وهنبدأ نخليه يعمل جنريشن للميشنج الخاصة بالفلورز اللي موجودة عندنا داخل المشروع. عشان أبدأ أظبط الاعدادات الخاصة بالميشنج داخل برنامج الروبوت، باجي من Analyze، هلاقي عندي هنا ميشنج. دي كده كل الاعدادات الخاصة بالميشنج اللي موجودة عندي داخل برنامج الروبوت، وهلاقي كل التولز دي موجودة عندي في التول بار الخاص بالميشنج زي ما احنا شايفين بالشكل اللي قدامنا ده كده التول بار الخاص بالميشنج اللي عندي. هنبدأ دلوقتي نظبط الاعدادات الخاصة بالميشنج اللي موجودة عندي داخل البرنامج. هاجي من التول بار او من التول اللي اسمها ميشنج اوبشن، هضغط عليها كليك بالشكل ده، واقدر ان انا ادخل عليها عن طريق ان انا اجي من انالايز واجي هنا من ميشنج، هلاقي عندي هنا ميشنج اوبشنز، هضغط عليها بالشكل ده. هلاقي عندي اول حاجه هنا الافيلابل ميشنج ميثود. البرنامج بيوفر لي 3 طرق لعمل الميشنج داخل برنامج الروبوت باشكالها المختلفه. اول طريقه عندي هنا السيمبل مش جنريشن وهي طريقه الكونز. بعد كده عندي هنا الكومبلكس مش جنريشن اللي هي طريقه ديلوني. بعد كده عندي هنا الاوتوماتيك سيلكشن اوف ا ميشنج ميثود. لو اخترت هنا طريقه السيمبل مش جنريشن، هلاقي عندي في تاب هنا اسمها الميثود بارامترز، ودي من خلالها بقدر اظبط البارامترز الخاصه بالطريقه اللي انا اخترتها. لو دخلت على الميثود بارامترز هلاقي عندي البرنامج هنا بيوفر لي مجموعة من الأشكال الخاصة بالميشنج. أول حاجة عندي هنا الترانجلز ان ترانجولار كونتور، هيبدأ يعمل لي الميشنج بتاعتي مثلثات زي ما احنا شايفينها بالشكل ده. بعد كده عندي هنا الترانجلز اند سكويرز ان ترانجولار كونتور زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وهلاقي عندي هنا أشكال مختلفة للميشنج اللي موجودة عندي بالشكل ده. ببدأ أختار من هنا الطريقة الأنسب ليا اللي هي السكويرز ان ريكتانجولار كونتور، هيبدأ يعمل لي الميشنج بتاعتي مربعات زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده أروح في الميشنج أوبشن، عندي الطريقة التانية اللي هي الكومبلكس مش جنريشن اللي هي طريقة الدلوني. لو ضغطت عليها كليك بالشكل ده وجيت هنا من ميثود بارامترز، دي كده البارامترز الخاصة بطريقة الدلوني. أول حاجة عندي هنا ريجولار مش، بيبدأ يعمل لي ميشنج أو انتظام في خطوط الميشنج بتاعتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده عندي هنا الرينفايرمنت ديلوني اند كين زي ما احنا شايفين بالشكل ده، بيبدأ يعمل لي تركيز للميشنج بتاعتي ويديها شكل كيرف عند نقطة معينة زي ما احنا شايفين في الشكل اللي بيعرضه عندي البرنامج. بعد كده عندي هنا الاميترز، ببدأ احدد من هنا الكيو، ودي اللي هي المسافة ما بين الخطوط بتاعة الميشنج زي ما احنا شايفين بالشكل اللي قدامنا ده. بعد كده عندي هنا الاتش نوت، ودي بتبقى المسافة او مسافة اول خط في الميشنج او النقط بتاعة الميشنج عن النقطة اللي انا اخترتها عشان اعمل ميشنج عندها. انا طبعا مش هحتاج الكلام ده، هشيل التشيك بوكس بتاع الرينفايرمنت وهشيل كمان الريجولار مش. ممكن اختار من هنا سموثينج زي ما احنا شايفين بالشكل ده، بيبدأ يعمل لي الميشنج بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. هختار من هنا الريجولار مش عشان نحافظ على الاعدادات الضفر بتاعة البرنامج. بعد كده عندي هنا الاوتوماتيك، بيبدأ هو يعمل لي اوتوماتيك للميشنج او اوتوماتيك ميشنج للبلاطات بتاعتي. بعد كده عندي هنا في المش جنريشن، عندي هنا يا اما بستخدم الاوتوماتيك، ومن هنا ببدأ احدد الديفيشن بتاعي او الديفيشن بتاعي رقم 1
وممكن او بعد كده هو بيبدأ يحدد الديفيشن رقم 2، او عن طريق ان انا اجي من يوزر ببدأ انا احدد ديفيشن 1 وديفيشن 2. بعد كده عندي هنا الاليمنت سايز، ببدأ ادخل هنا قيمة التقسيم بتاعتي، هل هو هيقسم لي او يعمل لي ميشنج نص في نص او متر في متر. ببدأ احدد قيمة الميشنج بتاعتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وليكن اخليها كل متر او متر في متر. بعد كده عندي هنا في Advanced Options، ودي هلاقي جواها كل الإعدادات الخاصة بالثلاث طرق اللي موجودة عندي دول. لو ضغطت هنا Advanced Options هلاقي عندي هنا الطريقتين، طريقة الكونز اللي هي طريقة السيمبل، وطريقة التنولي اللي هي الكومبلكس مش. لو اخترت من هنا طريقة الكونز هلاقي دي كده الإعدادات أو البارامترز الخاصة بالطريقة دي واللي اتعرفنا عليها. هلاقي عندي هنا الأشكال بتاعة التقسيم بتاعة الميشنج. هختار من هنا السكويرز ان ريكتانجولار دور، ولو لاحظت دلوقتي هلاقيه هو مختار الأوبشن ده عشان احنا حددناه قبل كده واحنا بنتعرف على البارامترز الخاصة بالطريقة دي. ولو اخترت من هنا طريقة الدلوني بيبدأ يفعل لي هنا الأوبشنز الخاصة بالطريقة دي، وتعرفنا على الأوبشنز اللي موجودة عندي دي، سواء كان هنا هعمل ريجولار مش، وبعد كده بختار من هنا دلوني، وبعد كده أو دلوني اند كين زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وابدأ أحدد من هنا الاتش نوت والاتش ماكس زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وباجي هنا أقول له الكيو بتاعتي، أبدأ أعرف الكيو أو قيمة الكيو اللي موجودة عندي. طبعا أنا مش هحتاج الكلام ده، هضغط على أو هشيل من هنا الريجولار مش. بعد كده هختار من هنا طريقة كونز وأقول له من هنا أوكي. بعد كده عندي هنا إعدادات كمان خاصة بالميشنج موجودة عندي في الجوب بريفرنسز، عن طريق إن أنا هاجي من هنا وأقول له جوب بريفرنسز. هلاقي عندي هنا في ميشنج عندي هنا الميثود اوف obtaining the calculation model coherent. هلاقي عندي هنا الobtain coherent finite element mesh، وعندي هنا الuse kinematic constraint. هنشوف دلوقتي الفرق ما بين الطريقتين دول، ولكن دلوقتي عايزين نبدأ نستعرض الميشنج بتاعتنا طبقا للإعدادات اللي احنا عرفناها. هاجي من هنا أقول له كنسل. بعد لما ظبطت الإعدادات الخاصة بالميشنج عن طريق الميشنج أوبشنز هقول له من هنا أنا عايز تعمل لي ميشنج عن طريق الإليمنت سايز، وهقول له اعمل لي الميشنج بتاعتي متر في متر، وهقول له من هنا أوكي. بعد كده باجي من هنا وأقول له أنا عايز أعمل generation of calculation model. هيبدأ يعمل لي generation للميشنج بتاعتي زي ما احنا شايفين بالشكل اللي قدامنا ده. لو رحت دلوقتي في البلان هلاقي عندي دي كده الميشنج بتاعتي اللي اتعملت داخل البرنامج. لو لاحظت دلوقتي بدأ يعمل لي التقاء للميشنج بتاعتي مع السنتر بتاع الأعمدة، ودي بتعتبر من أفضل الطرق اللي موجودة عندي لعمل الميشنج داخل البرنامج، والطريقة دي ما بتطلعش أي وورنينج في الميشنج. لو حابب دلوقتي إن أنا أعمل ديليت للميشنج اللي موجودة عندي دي، باجي من الميشنج تول بار وهاجي من هنا واقول له لوكال مش ديليتنج، واختار من هنا الديليت. هيبدأ يعمل لي ديليت للميشنج بتاعتي. لو جيت دلوقتي من الميشنج اوبشن وجيت من هنا قلت له انا هستخدم طريقة الكومبلكس مش جنريشن، بعد كده هدخل في الميثود بارامترز واقول له من هنا عايز اعمل ريجولار مش، واختار من هنا الرينفايرمنت واقول له من هنا اوكي. بعد كده هاجي من هنا اقول له جنريشن للميشنج بتاعتي. لو لاحظت دلوقتي بدأ يعمل لي ميشنج عندي بالشكل اللي احنا شايفينه ده بطريقة الدلوني. بدأ يجي على الأطراف ويكثف عندي الميشنج بتاعتي زي ما احنا شايفين بالطريقة دي، وبرضه محافظ على التقاء الميشنج مع الأعمدة بتاعتي.
هاجي دلوقتي من الميشنج اوبشن، واقدر كمان ان انا اجي من السمبل مش جنريشن واقول له من هنا من الميثود بارامترز، واغير من هنا طريقه التقسيم بتاعتي، وليكن هختارها بالشكل ده triangles in rectangular doors، واقول له من هنا اوكي. بعد كده هاجي من هنا عشان ابدا افعل الاوبشنز الجديده اللي انا عدلتها، باجي اعمل ديليت للميشنج بتاعتي. بعد كده باجي اقول له من هنا اعمل لي generation of calculation meshing. هلاقي عندي هنا بيقول لي النمبر اوف ايرورز بزيرو والنمبر اوف warning بزيرو. لو لاحظت عندي بالشكل ده بدأ يقسم لي عندي البلاطة بتاعتي في الأجزاء عند الأعمدة لمثلثات زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبدأ يعمل لي هنا الميشنج بتاعتي بطريقة أو لمثلثات زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وبكده أنا ببدأ أجمع ما بين أكتر من طريقة في الميشنج. ولكن الإعدادات المفضلة بالنسبة لي إن أنا باجي من الميشنج أوبشن، وباجي من هنا بختار السمبل مش جنريشن، واختار من هنا السكويرز ان ريكتانجولار كونتور. وبعد كده باجي من ميشنج اوبشنز او ميثودز، هختار من هنا الكومبلكس واشيل من هنا الانفايرمنت والريجولار مش، او هسيب الريجولار مش عشان يبدا يعمل لي انتظام في الشيلز بتاعتي. بعد كده هاجي من هنا واقول له الاليمنت سايز بتاعتي وليكن هعملها نص في نص. بعد كده هقول له من هنا اوكي. بعد كده هشيل من هنا الميشنج بتاعتي، وهاجي من هنا واقول له اعمل لي جنريشن للميشنج بتاعتي. لو لاحظت دلوقتي هيبدا يظهر لي هنا ويقول لي ان انت ما عندكش اي وورنينج او اي ايرورز في الميشنج بتاعتك زي ما احنا شايفين بالشكل ده، النمبر اوف ايرورز بزيرو والنمبر اوف وورنينج بزيرو. لو لاحظت دلوقتي بدا يعمل لي الميشنج بتاعتي منتظمه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده عايزين نبدأ نشوف الإعدادات الخاصة بالميشنج اللي موجودة عندي في الجوب بريفرنس. لو جيت من هنا من جوب بريفرنسز وجيت من هنا اخترت اليوز كاينماتيك كونسترينز وقلت له من هنا اوكي، وجيت من هنا عملت ديليت للميشنج بتاعتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وجيت من هنا قلت له اعمل لي جنريشن طبقا للإعدادات الجديدة اللي أنا عملتها. بدأ دلوقتي يعمل لي ميشنج للبلاطة بتاعتي. ولكن لو لاحظت دلوقتي في الميشنج اللي عملها البرنامج، لو لاحظت دلوقتي هلاقي ان الميشنج بتاعتي ما بقاش في التقاء ليها مع سنتر العمود. وبالتالي ايه اللي حصل؟ بدأ يعمل لي البرنامج ريجيد لينك ما بين سنتر العمود وما بين سنتر المش. عشان أبدأ أظهر الريجيد لينك اللي هو عمله البرنامج، باجي من هنا واقول له كليك يمين، واجي من هنا اقول له ديسبلاي. بعد كده هاجي من الموديل واختار من هنا الريجيد لينكس واعمل دراج عندي بالشكل ده، وابدا من هنا واقول له كاينماتيك كونسترينز واقول له من هنا ابلاي اوكي. لو لاحظت دلوقتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده، هاجي الاول اخفي الجريدز اللي موجوده عندي دي، هلاقي البرنامج بدأ يعمل لي هنا ريجيد لينك ما بين السنتر بتاع المش وما بين العمود. لو رحت في الفيو بالشكل ده هيبدأ يظهر عندي الكلام اللي بنتكلم عليه ده زي ما احنا شايفين بالشكل ده، ودي طريقة غير مفضلة وبتعمل لي مشاكل داخل الميشنج بتاعتي. هاجي تاني من جوب بريفرنس زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وهاجي من هنا اختار الاوبتين كوهيرنت فاينايت اليمنت مش، وافعل من هنا ايتريتيف. بعد كده هاجي من هنا واقول له اوكي. بعرفنا دلوقتي الاعدادات العامة الخاصة بالميشنج اوبشن اللي موجودة عندي.
باجي من الميشنج اوبشن بختار من هنا السمبل مش جنريشن وابدا اظبط البارامترز بتاعتها عن طريق ان انا اختار من هنا السكوير. بعد كده باجي من الكومبلكس مش واجي من هنا واقول له انا عايز ريجولار مش. بعد كده باجي هنا في الاليمنت سايز واختار عندي التقسيم بتاعي هيبقى كل قد ايه. بعد كده بتاكد من الجوب بريفرنسز ان الكاينماتيك او طريقه اليوز كاينماتيك كونسترينتس معمول لها ان تشيك بالشكل ده، وكمان بعمل ان تشيك للكاينماتيك كونسترينتس ان كوهيرنت بوينتس. لو فعلت التشيك بوكس ده بيبدا يعمل لي مشاكل عندي داخل البرنامج بتاعي او داخل الميشن بتاعتي. هاجي من هنا واقول له كنسل. هاجي في البلان هاجي من هنا اقول له ديليت لي الميشنج بتاعتي، وبعد كده هاجي من هنا اقول له اعمل لي جنريت طبقا للبارامترز الجديده اللي انا عرفتها. واقول له دي كده الاوبشن بتاعتي او الميشنج بتاعتي اللي اتعملت او طبقا للبارامترز اللي احنا عدلناها. عايزين دلوقتي نبدأ نتعرف على التول بار الخاص بالميشن. هبدأ اسحبه عندي بالشكل ده. اول حاجة عندي هنا زي ما قلنا ان من هنا بقدر ان انا اعمل جنريشن للميشن بتاعتي. بعد كده عندي هنا البانل كالكوليشن موديل، لو ضغطت عليها كليك بالشكل ده دي كده طرق التحليل الخاصة بالبلاطات. لو ضغطت وليكن على الكيرتين وول دبل كليك هلاقي عندي هنا في الالاستيك ستيفنس بيقول لي هنا نو فاينايت اليمنت، وبالتالي ان البلاطة دي او لو البلاطة بتاعتي اخدت طريقة التحليل دي او الكيرتين وول البرنامج مش هيعمل لها ميشنج، لان الكيرتين وول دي بتبقى عبارة عن ممبرين وبالتالي البرنامج مش هيعمل لها ميشنج. وبنفس الطريقة عندي الديك سلاب، لو اخترت من هنا فاينايت اليمنت هيبدأ يعمل لي او هيبدأ ياخد في الاعتبار ان البلاطة بتاعتي دي شيل وهيبدأ يعمل لها ميشنج. لو اخترت من هنا نو فاينايت اليمنت مش هيقبل ان هو يعمل لها ميشنج. بعد كده عندي هنا الميشنج اوبشن. بعد كده من هنا اقدر اعمل افريز للميشنج اللي موجودة عندي، ومن هنا اعمل انفريز. بعد كده هنا بعمل لوكال مش جنريشن. بعد كده هنا بعمل لوكال مش ديليتنج للميشنج بتاعتي، بقدر اعمل ديليت للميشنج بتاعتي. بعد كده هنا الاميتر ديفينيشن ببدأ من هنا اختار نقطة عشان ابدأ اكثف الميشنج حوالين منها، وليكن ببدأ اختار نقطة زي دي وابدأ اقول له من هنا ابلاي هيبدأ يكثف لي الميشنج بتاعتي هنا، ولكن ما بنستخدمش الطريقة دي. بعد كده عندي هنا الجزء الخاص بالميش كونسوليديشن والميش رينفايرمنت. لو اخترت من هنا الميش كونسوليديشن بيبدأ يعمل لي او يجمع لي الميشنج بتاعتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. لو عندي مش مقسومة لمثلثين بيبدأ يخليهم عندي ريكتانجل زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ومن هنا بقدر اغير الاشكال الموجودة عندي، سواء كان مثلثين بالشكل ده بيبدأ يخليهم لي شكل واحد، او لو عندي مربع مقسوم لنصين بيبدأ يخليهم لي مربع واحد. بعد كده عندي هنا الميش رينفايرمنت ببدأ اضغط عليها بالشكل ده، ودي بتبقى عكس الميش كونسوليديشن، ان انا بيبقى عندي شيل كبيرة بالشكل ده وانا حابب ان انا اقسمها لاجزاء صغيرة، سواء كان الشكل ده ريكتانجل او مثلث. وبعد كده هنا من الميش رينفايرمنت تايب بيقول لي هنا دبل ولا تريبل، زي ما احنا شايفين بالشكل ده بيبدأ يقسمها لاجزاء صغيرة ولا سيمبل. هختار من هنا الدبل. بعد كده ببدأ احدد من هنا الاليمنت ليست بتاعتي، وليكن انا حابب ان انا اقسم الجزئية دي او اصغرها اكتر من كده. ببدأ اعمل سيلكت عليها بالشكل ده، هيبدأ يختار لي الاربع ميشز اللي موجودة عندي بالشكل ده، واجي من هنا اقول له ابلاي. لو لاحظت دلوقتي قسم لي الميشنج بتاعتي لاجزاء صغيرة،
زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده هاخد الميشنج تول بار وابدأ ارجعه مكانه بالشكل ده. وبكده نكون عرفنا ازاي اقدر اظبط الاعدادات الخاصة بالميشنج بشكل عام داخل برنامج الروبوت. هنروح دلوقتي للموديل بتاعنا وهنبدأ نظبط الاعدادات الخاصة بالميشنج اللي موجودة عندنا، وهنعمل جنريشن للميشنج داخل المشروع بتاعنا. قبل ما ابدا اعمل ميشنج للمشروع بتاعي لازم اتاكد ان الموديل بتاعي ما فيهوش اي وورنينج عن طريق او اي ايرورز، عن طريق ان انا هاجي من انالايز واجي من هنا واقول له فيريفيكيشن. هيبدا يعمل لي تشيك على الموديل بتاعي. قال لي هنا النمبر اوف ايرورز بزيرو والنمبر اوف وورنينج بزيرو. هقول له من هنا كلوز. بعد كده هبدا اظبط الاعدادات الخاصه بالميشنج اوبشن اللي موجوده عندي. بيقول لي ان انت هنا مفيش او ما عملتش سيلكت على بانل معينه. هل ان انت عايز كل الاعدادات اللي انت هتعملها دي تتطبق على كل البانلز اللي موجوده عندي؟ هقول له يس، مفيش مشكله. بعد كده هلاقي عندي هنا الميشنج اوبشن. هاجي في السمبل ميش جنريشن وهدخل من الميثود بارامترز واختار من هنا السكوير ان ريكتانجولار كونتور. بعد كده هاجي في الكومبلكس ميش جنريشن، هاجي في الميثودز هنا واقول له انا عايز اعمل لي ريجولار للميش بتاعتي. بعد كده هاجي هنا في الاليمنت سايز وليكن هعملها متر في متر عشان البرنامج يعمل لي جنريشن بسرعه للموديل بتاعي. بعد كده هاجي من هنا واقول له اوكي. بعد كده هاجي من جوب بريفرنس اللي موجوده عندنا واتاكد من اعدادات الميشنج اللي موجوده عندي. هبدا اشيل من هنا التشيك بوكس الخاص بالكاينماتيك كونسترينتس ان كوهيرنت بوينتس واقول له من هنا اوكي. لو لاحظت دلوقتي بدا يعمل لي سيلكت على كل البانلز اللي موجوده عندي داخل المشروع بتاعي. بعد كده ببدا اجي من هنا واقول له اعمل لي جنريشن لكالكوليشن موديل. ولكن قبل ما اعمل جنريشن لكالكوليشن موديل لازم اتاكد ان البلاطات بتاعتي طريقه او الكالكوليشن موديل بتاعها هي شيل او الطريقه او البانل كالكوليشن موديل الخاصه بالسايزميك سلابز اللي احنا عرفناها. هختار من هنا مبدئيا وليكن الشيل. بعد كده هاجي من هنا واقول له generation of calculation model. هيبدأ يعمل لي generation للموديل او البانلز اللي موجودة عندي داخل المشروع بتاعي. دلوقتي البرنامج عمل لي ميشنج لكل البانلز اللي موجودة عندي داخل المشروع بتاعي. ولو لاحظت هنا بدأ يظهر لي ويقول لي ان انت عندك هنا النمبر اوف ايرورز ب1 والنمبر اوف وورنينج ب2. عايزين نبدأ نشوف الورنينج والايرورز اللي موجودة عندنا دي ونبدأ نحلها. اول حاجة عندي هنا في الايرورز بيقول لي ان انت عندك هنا isolated node. بمجرد ان انا بضغط عليها بالشكل ده، بضغط عليها كمان كليك، هلاقي عندي البرنامج بدأ يعمل لي هايلايتر كده وبيوضح لي فين الايزوليتد نودز اللي موجودة عندي بالشكل ده. بعد كده هاجي من السلكشن تول بار هلاقي عندي دي ارقام النودز اللي موجودة عندي. بعد كده هاجي من هنا واعمل لها ديليت بالشكل ده. وبالتالي كده يبقى انا شلت اول ايرورز موجود عندي او warning اللي هو كان الخاص بالايزوليتد نود. بعد كده بيقول لي في warning هنا ناتج عن الميشنج وبيقول لي هنا incoherent مش on edge. بيقول لي هنا ان في element not assigned to any story مش متعرفه في اي story. طيب لو عايزين نشوف فين الميشنج اللي عامله لي مشكله في البلان بتاعي هبدا اضغط عليها بالشكل ده.
لو لاحظت دلوقتي أول ما بضغط عليها بيبدأ يعمل لي عليها باللون الأزرق زي ما احنا شايفين قدامنا كده. هلاقي عندي هنا في ميشنج مش مظبوطة في المنطقة دي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ولو رحت في البلان عشان نبدأ نشوف الكلام ده، ولو لاحظنا دلوقتي الموديل بتاعنا بدل يتقل معانا. هاجي في البلان هلاقي عندي دي كده مش فيها مشكلة عندي، وده كده اللي كان طلع لي أو عامل لي وورنينج داخل الميشن بتاعتي. كمان هلاقي عندي الجزئية دي موجودة في الأدوار الباقية. لو رحت دلوقتي في وليكن الفيرست، هلاقي عندي برضو في الجزئية دي بيقول لي إن في مشكلة عندك هنا في المشز في الأطراف. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. لو رحت في البيزمنت، البيزمنت مفيهوش عندي أي مشاكل، وزي ما احنا شايفين بالشكل ده بدأ يعمل لي الميشنج بتاعتي زي ما احنا شايفين لكل البانز اللي موجودة عندي. لو رحت دلوقتي في الفيرست، هلاقي هنا عمل لي الميشنج بتاعتي بالشكل المطلوب اللي احنا شايفينه ده. طيب عشان أبدأ أحل الورنينج والإيرورز اللي موجودة عندي دي، ببدأ أعمل إعادة تقسيم للمنطقة اللي فيها مشكلة. بمعنى إن أنا دلوقتي هروح في 3D وهبدأ ألغي من هنا وهضغط كليك على الورنينج اللي موجود عندي ده عشان أبدأ أشوفه. هلاقي أنا عندي مشكلة في الجزئية دي. وبعد كده هاجي أعمل إعادة تقسيم للجزئية دي عن طريق إن أنا هاجي من المش انفايرمنت وهبدأ أضغط عليها بالشكل ده. وبعد كده هبدأ أعمل سيلكت على الميشنج بتاعتي اللي موجودة عندي في الجزئية دي بالشكل ده. بعد كده هاجي من هنا أقول له أبلاي، هيبدأ يعمل لي إعادة تقسيم للجزئية اللي موجودة عندي دي. وبنفس الطريقة هاجي في الفيرست هروح أقف في البلان، وبعد كده أقف في الدور الفيرست. وكده عندي مشكلة في الجزئية دي. هنا كده في المنطقة دي. ولو لاحظت برضو أنا عندي المنطقة دي الميشنج فيها كبيرة، وبالتالي هبدأ أعيد توزيعها تاني لحد لما الايرور اللي موجودة عندي دي تختفي. هاجي من هنا عن طريق المش انفايرمنت وهبدأ أعمل سيلكت على الجزئية اللي موجودة عندي دي كده، وأقول له اعمل لي ليها أو قسمها لي لأجزاء صغيرة. وبعد كده هقول له من هنا كنسل. وبنفس الطريقة هروح لكل الأجزاء اللي فيها عندي مشكلة وأبدأ أعمل لها إعادة تقسيم لأجزاء صغيرة بالشكل ده.
وبعد كده هروح أتأكد من الإعدادات الخاصة بالميشنج تاني عن طريق إن أنا هروح من الميشنج أوبشن، هقول له من هنا يس. بعد كده أتأكد إن أنا مختار هنا في سيمبل مش، هقول له من هنا الميثود بتاعتي هي السكوير إن ريكتانجولار كونتور. ومن الميشنج هنا في الكومبلكس بختار أو أتأكد إن أنا هنا عامل ريجولار مش. بعد كده عندي هنا الإليمنت سايز ب1. بعد كده أتأكد من الجوب بريفرنسز إن أنا الميشنج بتاعتي كاينماتيك مش متفعلة معايا، وكمان اليوز كاينماتيك مش مستخدمها. أقول له من هنا كانسل. بعد كده هقول له من هنا كلوز. وبعد كده هبدأ أقول له اعمل لي ريجنريت أو ريجنريشن للميشنج بتاعتي تاني لحد لما الايرورز بتاعتي اللي بتظهر دي تختفي معايا بالشكل ده. وزي ما احنا شايفين بالشكل ده كده الميشنج اللي بدأ يعملها عندي البرنامج. في جزئية زي دي ممكن اجي من هنا واقول له اعمل لي اعادة تقسيم ليها او قسمها لي لاجزاء صغيرة. هبدأ اعمل سيلكت عليها بالشكل ده واقول له من هنا ابلاي. هيبدأ يقسمها لي لاجزاء صغيرة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده هقول له من هنا كنسل. ولو لاحظت دلوقتي بدأ يعمل لي هنا اتصال ما بين الميشنج اللي موجودة عندي بدون ما ياخد في اعتباره ان موجود عندي هنا فتحة. وبالتالي انا هاجي اعمل سيلكت على الميشنج اللي موجودة عندي دي وابدأ اعمل لها ديليت بكل الفويدز اللي موجودة عندي بالشكل ده كده. وهاجي من هنا واعمل ديليت. وهبدأ اروح على كل الفتحات بتاعتي بنفس الطريقة واعمل ديليت للميشنج اللي هو عاملها لي في الفويد. وبكده نكون عرفنا ازاي اقدر اعمل ميشنج لاي بانلز موجودة عندي داخل برنامج. وده كده كان الجزء الخاص بالحلقة.